الله وبركاته وتحياتي واهلا بكم وحلقه جديده لبرنامج يوم الثلاث من مصر النهارده. كل يوم الشعب الحقيقه المصري بيثبت انه شعب حي. كل يوم الشعب المصري بيثبت انه لسه ما ماتش وانه ممكن يصبر كتير، لكن لما هيثور او بيثور محدش هيقف قصاده. الشعب المصري اللي قعد سنين طويله تحت حكم عبد الناصر محكوم بالخوف والقمع لحد ما فجأة كده خرجت فيه مظاهرات الجامعة سنة 68 وعبد الناصر نخل المظاهرات دي لأن المظاهرات هزت النظام. الشعب اللي قعد سنين صابر على السادات وساكت لحد ما فجأة انتفض سنة 79 في انتفاضة 18-19 يناير. اتكررت الحكاية مع مبارك لما الشعب قعد 30 سنة ساكت لحد ما قام زي الطوفان خلع مبارك بسبب بوست كتبه شباب على الفيسبوك للتظاهر ضد ظلم الشرطة. دلوقتي على ما يبدو يا حضرات ان المشهد بيتكرر تاني، بس بيتكرر مع السيسي اللي افتكر ان الشعب مات والشبه موت. السيسي اللي افتكر انه مستحيل الشعب ده يتحرك تاني طول ما في شرطة بتقمع وبيتصرف عليها فلوس وتجيب عربيات واسلحة، وطول ما في جيش بيهدد الشعب. افتكر السيسي انه يقدر يبطش ويعذب ويقتل من غير ما في نفس يطلع من الشعب ده. لكن فجأة اللي بيتكرر مع كل دكتاتور كل مرة بنشوف شرارته. الشرارة دي شفناها امبارح في المنيب بعد ما اتقتل شاب اسمه اسلام الاسترالي. الشاب ده اتقتل امبارح في منطقة المنيب جنوب مصر يعني او جنوب القاهرة الكبرى. الشاب ده اتقتل امبارح في ظروف غريبة. فجأة الحقيقة طلع كده بوست بيتهم امين شرطه اسمه زكريا تقريبا. اسلام شاب المنيب الذي قتل اليوم بيد زكريا امين شرطه الجيزه. الى متى يا مصريين؟ احنا ملناش علاقه، ده بوست موجود. القصه هل الواد اتقتل فعلا؟ هل كان شقي؟ هل كان مجرم معتاد الاجرام فيستحق القتل؟ حتى لو ده ما يستحقش القتل. ومين هو زكريا ده؟ انما افتكر معايا قبل يناير بكتير وقبل خالد سعيد، لو انت ذاكرتك عايشه، كان في واحد اسمه عماد الكبير. عماد الكبير ده كان في منطقه امبابه غالبا. الشرطه مسكته وحطت عصايه في جسمه. ساعتها الشعب المصري كله استاء من الداخليه، وساعتها خرجت الاصوات تقول الداخليه بلطجيه. امبارح اتكرر نفس الموضوع. الفيديوهات اهي على عينك يا تاجر، وكان البث المباشر على الهواء مباشرة على الفيسبوك. اسمع كده. سامع الصوت يا سيسي؟ الداخلية بلطجية اهو. عشان بس عايز يقول ايه ده فيديوهات مزورة، دول كومبارس. ده احنا لو معانا الفلوس دي نصرف على الكومبارسات، صدقوني باقتناع كامل وايمان داخلي، صدقوني لو معانا الفلوس دي نصرف على والله العظيم ده احنا نبقى ولا هوليوود. مش بس كده، الناس دي قالت امبارح برضو عايزين حقك يا اسلام. اسمع كده. طب انت شفت بعينك، شفت
داخليه بلطجيه وشفت عايزين حقك يا اسلام. شفت المظاهرات دي على فكره كانت على الهواء مباشره على الفيسبوك امبارح. تخيل يا حضرات، الانكار والكذب خلى داخليه السيسي تطلع تقول لك ده ما كانش في مظاهرات ولا حاجه. تخيل اهو والله. مصدر امني ينفي تظاهر مواطنين بالمنيب احتجاجا على وفاه شاب باعتداء شرطي. يعني معلش، يعني قول اي حاجه. قول دول شويه عيال صيع مثلا، يعني مع احترامنا ليهم، قول دول عيال خارجين على القانون، قول اي حاجه، لكن تقول ما فيش مظاهرات حصلت امبارح؟ ده انت رجعتني لذكريات قديمه يا راجل، رجعتني لذكريات القناه الاولى والثانيه، رجعتني لعبد اللطيف المناوي لا توجد مظاهرات. ما شاء الله عليكم، نفس الغباء هو بعينه. انتوا ناسيين ان مصر كلها تابعت امبارح مظاهرات المنيب لايف على الفيس وعلى تويتر قبل ما يتابعوها على الجزيره وعلى مكملين وعلى رصد وعلى الشرق. يا راجل، هو المصدر الامني بيقول لكم الاخبار دي مصري ولا هندي؟ لا بامبي. بامبي بيقولها لنا، بامبي كسكسي يعني. يلا يا عم هات اللي بعده. الناس مسكتهم بقى. المصدر الامني صدق مفيش مظاهرات ولا حد مات ولا في حاجه اسمها منيب من اصله. مفيش حد اسمها منيب اصلا. روحوا شوفوا الجزيره ورصد على طول فاتحينكم المظاهرات شغاله والتجمعات موجوده حتى اللحظه دي. اعلام مضلل وفاشل. بدل ما نفيته يبقى حقيقه، والفيديوهات عماله تنتشر في كل المواقع. بطلوا استخفاف بالعقول بقى. حسبي الله ونعم الوكيل في كل ظالم. وحق اسلام الاسترالي جاي ده ابو يوسف. والفيديوهات اللي نازله من بالليل دي والناس اللي عماله تقول الداخليه بلطجيه، تهيؤات شعب مثلا. ربنا يرحمنا من بص انا اول ما اتعطل انت تجيب اللي بعده على طول عشان ما اقولش الكلمه دي. ملحوظه عامه جدا، بنصح الناس اللي زهقت من الاخبار الحمضانه دي تجيب قناه ابو ظبي الرياضيه عليها جمل بيجري من السبت اللي فات. واضح ان الفيديوهات ان الناس كانوا في طابور طويل بتاع العيش اللي فيه عشان سندوتشات المدرسه، عشان خلاص كلها شهر والعيال هيدخلوا المدرسه او المدارس. انما الجزيره الحظيره طبعا ما بتقولش الحقائق دي، ما بتقولش ان الناس خلاص داخله المدارس. ده شريف. افضل طريق الى الثوره هو النفي، زي التلفزيون المصري كده لما كان جايب كوبري فاضي ايام 25 يناير، اللهم ثوره ضد كل ظالم. ده احمد. في وسم اسمه اقسم بالله انزل المظاهرات، يا ريت تشارك الناس عليه. ده احمد يحيى. امال الناس اللي كانت في الشارع دلوقتي كانوا رايحين يجيبوا اللبن ولا ايه؟ مصدر امني صرح بان وفاه خالد سعيد نتيجه ابتلاعه لفافه من البانجو. انا ما عادش عندي اي ثقه في الصحافه والاعلام اللي المفروض بتوعنا. انتوا ناس ضلاليين. طب ما تخليها ضلاليه يا مصطفى خلاص. ليه ضلاليين؟ انا سمعتك وانت قاعد تاكل ومحضر السلطه الخضراء والخضار والحاجات، وقاعد دلوقتي تقول لي يا عمي ده انت بتأفور او بتقول كده، وان دي كانت حلاوه روح وخلصت. طيب ماشي، انت قصدك على مظاهرات المنيب؟ ابلعي اللقمه دي وهفكرك بمظاهرات العمال بتاعت شبين الكوم اللي خرجت امبارح. هل دي برضو كانت حلاوه روح؟ اتفرج كده.